مقصر في حالي. مقصر في حاجه ايه؟ انا الحمد لله الحمد لله كده. يبقى انت اكيد عامل عمله سود. عم سيدي تقول لي ايه بس يا عم؟ يا واد وقفتني. انا قررت قرار مهم يا عم. قررت اني بعد ما اجمع محصول طنجه ابيعكم. تبيعه؟ ده ولا جاي ولا ايه هو اللي ايه؟ ده انت عمده اي كلام. بس انت كمان. والله العظيم. انا مجمع محصول طنجه ببيعه هيبقى معايا فلوس يعني. قررت ايه بقى؟ عملت امانتك وعملت الست مراتك هتشوف. ايه؟ تتجوز؟ انت يا ولد مش متجوز؟ اسمع بس يا عصام ده اللي هقول اسمعوني ليه؟ يعني بعد ما اجمع محصول البنجر وابيعه كله هيبقى معايا فلوس يعني. فاقوم ايه بقى ايه؟ هاخد انا 5000 جنيه واطلع على رابط حج متولي. اسمها ايه؟ شبه بعض تنكشف. مني ايه؟ بقول لك مش كده وهي بتغسل معانا على الدرع ايه؟ نوم شويه. يا ولد ان جيت للحاج يا واد يا جعيلي البنت بدريه دي ايه يا الله هتخرجني عن شعوري. انت ولا مش متجوز عاوز ايه تاني؟ اسمع بس يا بطوطي زيادة الخير خيرين. بعدين البنت سعدية دي شبه القمر السعدي ممكن تلاقيها تطلع علينا في أي لحظة. بعدين خبر أنت ما طبت علينا أنا هبلك عنها. انت اهبل يا ولد تدي مين بالجف؟ انت اتجننت صحيح. حسبي الله ونعم الوكيل. البنت خديجه خليتك واحد اهبل زي بالظبط. خبر يا عمدة الهبل يا عم إيه؟ من ايه يا فلوس؟ من سعدية إيه قصدي من خلفتي. بعدين سيبني في الموضوع المهم اللي أنا كنت جاي لك فيه. انت رايح فين؟ أنا سيبني يا بلال. مراتي يا ابوك. مراتك يا حلاوة الجو يا جو. انت اللي هتحكي انت وهي تستخدم الحمام بصوره. بس يا بنت يديك يا بالعمدة المنيل على عيني عاوز يتجوز عليا بعد العمر ده كله. طب لما اشوفك تقعد حسب الله ونعم الوكيل فيه. لو انت في الحمام طلع على راسك مقام. ابدا والله يا ابني ما حصل. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا جعيد. اشوف تتجوز يا جعيد. بس خلاص اني عرفت نفسي واحلها ان شاء الله عن قريب. ايوه يا جماعه هنجيبه عشان انت يا جعيد خلصت الحمام ولا لسه؟ الله يخرب بيك. او انت ولا حمار يا حمار. ايوه مشي تعالى ما تخافش. يعني كنت صفحتها معلم ومسكتها معلم. حاجة بقى كده في الخاص. بس يا بنتي اوعي كده اوعي. خبر انت يا ابو عمده الراجل اللي انت حشتني عنه انا كنت لبدت عمري وشيء. اكتب يا جحسن وخليني تقول كلمتين. انا عايزه اعرف انا قصرت معاك ايه عشان تتجوز عليا. بص يا ابو عمده البنت سعديه الصراحه كده كنت كلها بنات وانا الصراحه نفسي في واد. وانت مفكر يا بخت انت لما تتجوز واحده تاني هتجيب منها الواد. ولا شوف منها دي وضعي هجيب واد. يا ابن الحلال السبب في ان المولود يجي واحد او بنت من الراجل مش من الست. فهمت؟ يعني ايه؟ عليا يا مدام فؤاد يطلع معاك. عليه. بص اها مش هتقولي ايش طلعت عن شعوري. انا هبسطها لك. انت زرع في ارضك ايه؟ بنجر. حلو. لما تيجي ترمي البذره في الارض رميت بذره ايه؟ بنجر برضه. حلو. لما جيت تجني المحصول من الارض طلع معاك ايه؟ سبحان الله بنجر برضه. هو ده اللي انت عايز تفهموني؟ وكنت فاكر الشرع. يا ابني ما تخليتنيش. الفكره لما حطيت بذره بنجر طلع بنجر. مش محتاجه فكره يعني والله معروف. تفتكر بقى لو حطيت بذره طماطم هتطرح بطاطا. لو حطيت بذر الطماطم هتطلع طماطم. ولو حطيت بذر البطاطس
الست بنجر هيطلع واد. لا ده طلع غبي قوي يا سعديه. عارفة يا أخويا عارفة. بس انا فهمت خشاش كده بقى يا عم. اعلامي الاساس. يعني ايه لو حطيت البذره هيطلع واحد، لو حطيت البذره بيت هتطلع بيت. ده بعد مشيئة ربنا طبعا. الله اكبر عليك. الله اكبر. ده انت تتحسد يا ولد. طب لو جيت في يوم يا مرحوم دي وما حطيتش بذره خالص هتبقى حمار. الله الله يخرب بيتك. شوف بقى يا ابني، كلام هناخد منه بقى. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي رزقك، بس انت حافظ على دماغك واحسن تربيه بناتك وعلمهم كويس، عشان بسم الله ما شاء الله يطلعوا ايش دكتوره، ايش مهندسه، ولا حتى مدرسه وتفرح بيهم كده. حاضر يا ابو عمرو حاضر. عشان خاطرك بس يا ابو عمرو. انت يا بنت يا سعديه. نعم يا أخويا. خلاص حاجك عليا يا سعديه. خلاص. خلاص يا جاي حصل كده. بس بالله لو عملتها تاني تفكرك كده. أنا بقول لك أهو. ما خلاص دي مجنونه يا بنت، خلاص اتكل على الله كده. الصبح خير، يلا ربنا يهديك، ربنا يهدي السلوك. حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يا ابو عمرو. والله انا حسيت بس انا كان ليا اغلاط صغيره يا ابو عمرو. يعني بس صراحه يا ابو عمرو انا لسه شكرا لفرقه رواد قصر ثقافه الغردقه وفنانيها الحلوين. ونقول لكم تصبحوا على خير مع وعد باللقاء المتجدد كل يوم منتظرينكم. كل سنه وانتم طيبين، تصبحوا على خير. ما تنسوش لسه معانا في برنامج رمضان الاثنين والثلاث والاربع والخميس، يعني لسه معانا كمان لاخر الاسبوع. كل سنه